ساعات بنشوف حاجات نقول مستحيل تكون حقيقة، بس لما نركز فيها نلاقيها أوضح من أي فيلم خيالي. ومستحيل كنا نشوف الحاجات دي لولا وجود الكاميرات. عشان كده النهاردة هنشوف مع بعض أغرب الأشياء اللي تم التقاطها أمام الكاميرات. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. ساعات لما بنسيب حاجاتنا على أي ترابيزة في أي مكان بنبقى قلقانين عشان خايفين حد يسرقها، بس الغريب إن يجيلك حد يعمل زي اللي البنت دي عملته. من كتر ما الفيلم كان جامد السمك معرفش يمسك نفسه وقرر يشارك. الست دي كان عندها الجرأة تسرق والموظفين واقفين وشايفة ان الموضوع عادي، وحتى بعد ما طردوها برضه ما كانتش ساكتة. هنا افتكرت نفسي وانا صغير لما كانت امي بتدور عليا وانا بلعب واجري استخبى، ودايما حظي كان زي حظ الراجل ده مع مراته. Hello, cutie. الراجل ملحقش يفرح لما خلص شغل، وده لأن الهوا جه نكد عليه. اركن الشجاعة على جنب، لأن في أصعب اللحظات تفاهتك هتكون طوق النجاة. فكر كويس قبل ما تركن في مكان مش بتاعك، إلا لو أنت حران وعايز تستحمى. في الأول كنت فاكرها الحب الممنوع بين إنسان وروبوت، بس طلع بيقلب رزقه. السواق ده حول الشارع للعبة التعبان. صاحب البسين غطاه قبل ما ينام عشان مفيش حاجة تقع فيه، بس أكيد هيشوف طريقة تانية بعد الحمام الجماعي اللي الكلاب دي عملته. وده واحد من أول يوم شغل ليه قدر يقلب الونش طيارة. أظن بعد اللي حصل الضابط هيسيب اللي كان جاي علشانه ويدور على الكلب ده. لو جارك ما عملكش كده كل يوم وهو خارج اعرف انه ما بيحبكش. اللي عاوز يوصل لحاجة بيوصل، بس كل واحد وليه طريقته. العربيات دي ذاتية القيادة، والمفروض ان هي اللي هتقلل الزحمة، ده المفروض بقى. كلنا عارفين ان اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، بس محتاجين نصايح للي بيتهم من ورق. بعيدا عن كده الحمد لله ان مفيش اي اصابات. لما كان حد يسألني انت بتعرف تلعب بلياردو كنت بقوله ده انا عايش على الترابيزة،
بس ما كانش قصدي المعنى الحرفي زي الراجل ده كده. الشخص ده اتطرد من شغله عشان فاشل فيه، فاضطر يروح يسرق، بس واضح انه لسه برضه فاشل في شغله. تقريبا البنات غيرانة ان العربية جالها ورد وهم لأ. دلوقتي هنشوف مع بعض فقرة السلة الراقصة. الشرطية بتقول لهم ان معمول لهم محضر عشان مأخرين فواتير المية، فحبوا يعملوا بتمنها طالما كده كده هيدفعوا. دي أول مرة أشوف المعنى الحرفي الواحد واخد مقلب في نفسه. والله احنا كرجالة غلابة قوي، وممكن يضحك علينا بأي حاجة حتى لو وردة. في عز الحر اللي احنا عايشين فيه كلنا محتاجين نعمل زي الدب ده. من المميزات انك تتجوز واحدة رياضية، لانها في اغلب المواقف هتريحك وهتعرف تتعامل. اللي قدامك ده اول اسانسير في العالم موصل السما بالارض. مش دايما الست بتبقى ضعيفة، اعمل حساب لحظة زي دي لو فكرت تتعصب عليها. مش اي حد ينفع يبقى حرامي. قدامنا واحد بيخاف من خياله وجري اول ما الفرخة عملت صوت. اللي بيحبك بجد هو اللي هيشيلك وقت الزنقة، وده المعنى الحرفي اللي انا بقوله. اكيد الدب ده كان متربي في سيرك. اظن مفيش حاجة اغرب من انك تصحى تلاقي موس بيتهجم عليك في بيتك. المدير بتاعهم نزل لهم خصم، ولما سألوه ليه بعت لهم الفيديو ده. من الخضة اللي كانوا فيها لما اتحبسوا في بيت مسكون، الراجل ده اتحول لسبايدر مان. الست دي دخلت المحل تشتري الحلقة دي، بس الغريب انها خدتها اتمرنت بيها وبعدين رجعتها. تخيل تبقى قاعد في امان الله وفجأة تلاقي ضفدع اتحدف عليك. هرجع تاني اقولها لك،
فكر 100 مرة وانت بتشغل واحدة معاك. كل المطاعم بتقول الزبون دايما على حق، بس الست دي لما بتتعصب ما بتعتمدش كلام حد. دي بقى الحاجات اللي بتحصل معايا لما يبقى فاضل لي 5 دقايق واخلص شغل. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام. Hey, come here.